وبالتالي للعلم انه اتخاذ القرارات بياخذ وقت طويل لحتى توصلوا لحل، وخصوصا اذا كان الطرف الاخر في مراوغه للوصول الى حل. ما هي النقاط الاهم بنظرك لحمايه او لحقن الدماء في تلك المنطقه؟ في اي منطقه؟ في حقن الدماء حتى ما يصير في قتل، وحتى ما تستمر عمليه يعني العنف والقتل اللي نحن بنسمع فيه. لا، ولكن أين؟ في أي مكان؟ في منطقة وسط الصحراء. لا، منطقة الصحراء ليس هناك حرب. لا، ليس هناك دماء. اليوم ذكروا في اليو ان ما يمكن. عرفتي كم بلاغ نشروا؟ أكثر من 850 بلاغ منذ هذه 3 سنوات. فما فيش لا حرب، في مناوشة. مرة يعملون أشياء من بعد ويعرفوا هذه ليس حرب. وأدعوك لقراءة تقرير تاع الأمين العام، شوفي أن ليس هناك حرب، ليس هناك لا أموات، لا دماء، لا مناوشات، لا أي شيء. فهذاك مع الأسف أنت تقرأين بلاغات البوليساريو أو بلاغات الجزائر. حاولي تقرأي بلاغات أو لا تحاليل تاع دول، يعني الصحافة الدولية المحترمة التي تقول وتبلغ based on على أساس زيارة التي يقوم بها الصحفيين أو الدبلوماسيين أو أعضاء تاع الأمم المتحدة، السكرتارية تاع الأمم المتحدة، لكي تتأكدين أن ليس هناك حرب في الصحراء وليس هناك دماء. الحل ليس لحقن الدماء ولكن لإغلاق الملف بيد الجزائر. يوم الجزائر تقرر أن تقف دعمها السياسي والعسكري والمالي وتترك أراضيها تحتضن فيها يعني مرتزقة، تحتضن فيها مجموعات مسلحة، هذاك اليوم سوف يحل المشكل. وطبعا احنا أملنا أن هذا الشيء سوف يحصل في جيلنا عما قريب وليس في الأجيال المقبلة. على العموم المغرب في أرضه، في صحراء، والصحراء في مغربها، وإحنا نبني. الجزائر تريد أن تدمر، تريد أن تخلق مشاكل، ولكن احنا ما بيهمناش. اللي تهمنا هو عزيمتنا، قوتنا، والإرادة ديال الشعب وملك، والإرادة الدولية التي تساند الآن. شوف غير الزيارة ديال ماكرون كيف مرت، التصريح ديال ماكرون، يعني القنصليات التي فتحت، هذا يعني لما تفتحي 30 قنصلية، هذا يعني أن في حرب. لما يكون فيه مؤتمرات هناك دولية، هذا في حرب. لما تكون فيه هنا أكبر ميناء في غرب إفريقيا، ما يمكن يبنى أكبر ميناء في غرب إفريقيا لكان فيه هناك حرب وفيه دماء. ما يمكن يكون هناك أكبر قنطرة في إفريقيا مرتفعة، ما يمكن هذا الشيء كله يحصل. وكما يدعي يعني المرتزقة أن في حرب وأن في دماء. على العموم أشكرك على سؤالك. بما أنك وصلتي للآخر ديال الفيديو، خلي لنا الآراء ديالك في لي كومونتير.